إلى أنامل يديه وقدميه، فيحاول جاهدا في هذه اللحظات، في لحظات السكرات والكربات، أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله عليه النطق بلا إله إلا الله. فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله، نظر إلى الأطباء يقفون حول رأسه، ونظر إلى زوجته، ونظر إلى أولاده، ونظر إلى خلانه وإخوانه وأصحابه، فنظر إليهم نظرة استعطاف، نظرة رجاء، نظرة أمل، ينادي عليهم بلسان الحال بل وأحيانا بلسان المقال: يا إخواني، يا أهلي، يا أولادي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. أنا الذي بنيت لكم القصور، وأنا الذي عمرت لكم الدور، وأنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين، بل أو ساعة أو ساعتين. وهنا يعلو صوت الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما